الحراق بإصبعه السوري على الطريقة الأصلية. تعالوا شوفوا كيف حضرته. أول شي بطنجرة عندي كبايتين عدس غسلتن وضفتلن 2 لتر من المي، حطيتن على النار لمدة ربع ساعة. بهيدا الوقت حطيت كباية ونص طحين، ملعقة صغيرة ملح، وكوب مي عجنت فيه العجينة أو قد ما بتحتاج العجينة. رقيتها وقطعتها بشكل مربعات صغار، رشيت عليها طحين وفرفدت العجين عن بعضه لحتى صار بهذا الشكل. على جنب عندي نص باكيه من التمر الهندي، ضفت فوقها كباية مي وتركتهم لحتى يدوب التمر الهندي. ضفت العجين فوق العدس ليكملوا سوا مع بعض. تقريبا 10 دقايق بيكون استوى العجين واستوى العدس معه بنفس الوقت. رشيت الملح، بعدين ضفت فوقهم التمر الهندي المصفى كتير منيح من البذر، وزبطوا انتو الملح والحامض تبعها على حسب رغبتكم. على جنب عندي نص كباية زيت زيتون قليت فيها 6 حصوص توم، حطيت فوقهم كباية من الكزبرة الخضراء المفرومة والمغسلة أكيد، وهيك صارت الطبخة جاهزة عندي. هالأكلة بتتقدم باردة أو دافية. قدمتها بصحن، زينتها بالبصل المقلي، حطيت على البصل شوية ملح وشوية طحين وقليتهم بزيت غزير لحتى صاروا مقرمشين. زينت الصحن فيهم ببندورة وببقدونس وشوي من العجين المقلي، وكلوا أطيب حراق بإصبعه وألف صحة.